الشمبانزي دايما بيظهر لنا في صور مختلفة. أحيانا بنشوفه لطيف جدا وبيضحك وبيلعب، وأحيانا تانية بنسمع عن تصرفاته العدوانية اللي بتخلينا نفكر 100,000 مرة قبل ما نقرب له. الوش التاني للشمبانزي بيورينا قد إيه تعقيد طبيعته ككائن. أهلا بيكم في 5 جنان. لما بيحس بتهديد أو أي تحدي على سيطرته ممكن ينفجر في عدوانية كبيرة. ففي البرية مثلا الشمبانزي بيخوض معارك مع جماعات تانية من الشمبانزي للسيطرة على مناطق أو مصادر زي الأكل. العدوان ده بيشمل عضات قوية جدا أو استخدام العصيان، وحتى أحيانا القتل، سواء لأفراد من نفس النوع أو حتى الصغيرين اللي في الجماعة بتاعته. الذكور في الغالب بيتنافسوا على القيادة والسيطرة، واللي بيوصل للقمة هو أكتر واحد فيهم قوي وذكي. والقيادة هنا مش بس عن القوة البدنية، لكن كمان عن التحالفات اللي بيعملوها الاجتماعية. فأحيانا القائد بيتعرض لتحدي من شمبانزي تاني قوي، وده بيخلق صراعات داخلية بتبرز الوش التاني العدواني اللي بيظهر حتى داخل المجموعة الواحدة. وما ننساش ان الشمبانزي مش نباتي بشكل كامل، هو كمان بيصطاد حيوانات صغيرة زي القرود او الظبيان الصغيرين، وبياكل اللحوم عادي جدا. وعملية الصيد دي بتحتاج تعاون بين أفراد الجماعة، وده بيوضح جانب من الذكاء الجماعي اللي عندهم. لكن برضه بيبرز قدرة الشمبانزي على القتل والتصرف بعنف عشان يحقق أهدافه الغذائية. والوشين اللي عند الشمبانزي دول بيخلوه كائن معقد جدا. هو بيقدر يبني علاقات اجتماعية قوية جدا مع أفراد جماعته، يهتم بيهم وبيلعب معاهم، لكن في نفس الوقت هو قادر على إظهار عدوانية شديدة جدا لما بيحس بتهديد أو لما يكون في صراع على الموارد أو النفوذ. وده بيخلينا نفكر إن العالم الحيواني مليان بالتناقضات، والشمبانزي بيجسد التناقض ده بشكل واضح جدا. ومن الأمثلة اللي بتوضح الوش التاني للشمبانزي هو هجوم الجماعات على بعضها. ففي سنة 1974 في تنزانيا في منطقة اسمها جومبي كان في صراع عنيف جدا، لدرجة إنه استمر لعدة سنوات وشهد حالات قتل متكررة بين جماعتين من الشمبانزي. أفراد جماعة أقوى هجموا على الأفراد الأضعف من جماعة تانية، وفضلوا يقتلوهم واحد بعد التاني. ده كان مثال واضح على العدوانية اللي ممكن تظهر في مجتمع الشمبانزي. وفي غرب أفريقيا الشمبانزي بيصطاد قرود صغيرين زي قرد الكولومبوس الأحمر. الصيد ده بيتم بالتعاون بين أفراد المجموعة، كل واحد بيعمل دور معين، في منهم بيطارد الفريسة والباقي بيعمل كمائن. السلوك ده بيبرز جانب العنف اللي بيظهر عند الشمبانزي عشان يحقق الهدف بتاعه. ده غير المعارك العنيفة لذكور الشمبانزي اللي بتسعى للسيطرة أحيانا، فساعات بيتحدوا مع ذكور تانية علشان يطيحوا بالقائد اللي موجود، وده غالبا بينتهي بمعركة عنيفة جدا، واللي بيفوز هو اللي بيبقى الألفا الجديد بتاع الجماعة. ورغم ان الشمبانزي في الغالب مش بيهاجم البشر إلا في حالات نادرة، في أمثلة مشهورة لهجمات عنيفة. واحدة من الحالات المعروفة كانت في سنة 2009 في أمريكا، لما شمبانزي اسمه ترافيس هاجم صاحبته وأصابها بجروح خطيرة جدا في وشها وإيديها. الهجوم كان عنيف لدرجة إنه استدعى تدخل الشرطة اللي اضطرت تقتل الشمبانزي عشان تنقذ صاحبته منه. ففي النهاية شخصية الشمبانزي بتجمع بين تناقضات كتيرة، وده بيخليه كائن مدهش. هو كائن اجتماعي من الدرجة الأولى، بيعرف يبني علاقات ومحبة مع أفراد جماعته، لكن في نفس الوقت عنده جانب عنيف وقوي جدا بيظهر وقت التهديد أو المنافسة. زي عالم البشر مفيش أبيض أو أسود، طموح والصراع بيعيشوا جنبا إلى جنب، وده اللي بيخلي كائن الشمبانزي قريب مننا أكتر مما نتخيل. من فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني في حلقات وقصص أقوى مما تتخيلوا.